بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. إخوتي، بعد ما درت هذه التحلية لولادي أكيد حتى أنتم راح تعجبكم. تحلية ولا أروع. ليالي لبنان صارت ليالي الجزائر. إن شاء الله تنال إعجابكم هذه الوصفة. تابعوا معايا الفيديو حتى للآخر تعرفوا السر نتاعها، اللذة نتاعها. أكيد راح تعتمدوها في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. شوفوا كيفاش تجي ولا أروع. شوفوا نقطع لكم حبة برك. أكيد 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 واثقة جدا باللي راح تعجبكم. شوفوا قطع لكم برك تشوفوا كيفاش جات ولا أروع. شوفوا هكذا. نقولكم ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. هنا نديرو كاس تاع الماء وتاني كاس تاع السكر باش نديرو شربات. لازم تكون شربات ثقيلة هكذا. نديروها هنا للنار، نقصوا للنار، نزيدو شوية تاع نضيف لهنا شويه تاع القارص اللي الحامض هكذا حتى تبدا هذوك الفقاعات تطلع. تشوفوهم بلا ما نحركوه، نخلوه هكذا حتى يذوب السكر وتعقد لنا هاد الشربات بيان سور. وفي الاخر نضيفو شويه تاع ماء الورد. وهنا غير بشكاره تاع 2500 ديري افضل تحليه. هنا واحد مكيل بهذا الكاس، قاع تعرفوه ما كاش وحده في الجزائر ما عندهاش كاس كيما هذا. هكذا نضيف يكون لازم 5 كؤوس مملوءه تاع حليب عادي، ماشي حليب مجفف. يعني نديروها اقتصاديه وفي نفس الوقت لذيذه جدا. صدقوني راح تولوا تعتمدوا عليها في هذا الشهر الفضيل ان شاء الله. اكيد راح تعجبكم، جو سوي سور. جربتها لولادي وعجبتهم وحبيت نعاود لها. ملعقة فانيليا إلا عندكم العطر، وكأس تاني نفس الكأس مملوء تاع سميد رطب أو أي نوعية عندكم تقدروا تضيفوه. هنا ما درتش الكاس كومبلي، درت كأس ناقص أسبوع تاع سكر حبيبات هكذا. راني راح نخلط بارد على بارد، من بعد نروحو نديروها للنار. شوفوا باش نحذوك التكتلات ما نديروهاش على النار، قبل نحركها هنا بارد على بارد هكذا. نخلط مليح هكذا. دوك حطيتها على النار، والنار تكون مهيله، لازم تكون نار خفيفه ومع التحريك المستمر باش ما تلتصقناش وما تتحرقش. دوك حتى تشوفوا الخليط بدا تعقد. نضيف شويه تاع الزبده ولا المارغرين في الاخر، غير مغرف صغيره هكذا. بعد نحوها تشوفوها كيفاش ولات. شوفوا الفقاعات شفتوا هكذا. دوك نضيف شويه تاع ماء الورد هكذا ونخليه شويه برك، نطفي على النار. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا كيفاش تقال. هنا درت 4 كؤوس تاع الحليب وكأس سميد اي نوعية عندكم تقدروا تديروه وتخرج لكم تاني مليحة. شوفوا للقوام اللي تحصلت عليه. وحدة الى سميد تاعها خشن تقدر تضيف الكاس الخامس. يعني قلت لكم من 4 إلى 5 كؤوس تاع الحليب حسب نوعية السميد. هنا دوك نروح مازال ما طفيتش للنار هكذا. نخلط مليح، نروح نضيف ملعقة تاع المارغرين هكذا. نخلطها هكذا. شوفوا جاني قوام كيما العصيدة، احنا نقولوا لها هذه عصيدة اللي يديرها مالحة وهذه حلوة باكي. يلا هكذا
شوفوا القوام هكذا. على هذا القوام اللي رايحين نتحصلوا نروحوا نفرغوه هكذا في قالب كبير ولا قوالب صغيره تقدروا ديروهم. دهنتو بشويه تاع زيت برك هكذا شويه، يعني ما تلصقش. خاطر زجاجي هنا نسكب الخليط كامل هكذا ونسويه هكذا. نسكب كاع الخليط. شوفوا كيفاش جا ثقيل هايل، والله صدقوني روعه. غير جربوا هذا التحليه هكذا. وراح نكمل نوزع الخليط ونروح نديروه للثلاجه باش تبرد لنا. عندي هنا تاني راح نضيف طبقه الثانيه بكأس حليب، نفس الكأس اللي استعملته في الاول، وتاني مغرف كبيره تاع المايزينا او انا درت الفرينه هكذا. اللي ما عندوش المايزينا يدير الفرينه كيما درت انا، و3 ملاعق تاع سكر معمرين. اللي ما يحبش الحلاوه خاطش في الاخر رايحين نضيفوا الشربات هذه القطر، يعني يقولوا له قطر لازم تكون ثقيله. نخلط البارد على بارد هكذا بلا ما ننسى مغرف صغيره تاع الفانيليا هكذا. شويه برك نحرك مليح، بعد نروحو نديروها للنار والنار تكون مهيله. يلا هكذا نخلطو حتى تبدا تعقد لنا كيما نديرو هكذا، كيما نديرو البيشاميل. شوفوا هكذا حتى تعقد. نضيف شويه تاع ماء الورد ونحرك تاني. شوفوا بدات تقال. نضيف تاني شويه تاع الزبده او المارغرين، شويه برك مغرف صغيره هكذا بدات تعقد لي. شوفوا هكذا هكذا. درك نحرك المارغرين هذه حتى تذوب هكذا، نتحصل على قوام متجانس. شوفوا راهي تتقال. بعد نحطها ونغطيها بالساشي حتى تبرد. مانيش راح نكمل حتى نشوف هذا الخليط برد لي تماما باش نروحو نضيفو بودرة الشانتي. شوفوا هذوم الفقاعات اللي راهم يطلعوا هكذا. نطفي النار ونغطيها بالساشي مليح. لازم الساشي تلحق للحافه هكذا باش ما ديرليش القشره هنا. كي نعود ندير بودره شانتي ونطلعها لازم تكون هذه بارده، وتاني لازم تكون مغطيه مليح بالساشي، سينو راح دير لي تكتلات وتبان هذيك الكريمه ماشي مليحه. يلا هكذا هنا في لا ريسيبيو راح نفرغ هذاك الخليط. شوفوا بعد ما برد لازم يكون بارد. الى كان سخون درتوه هو سخون راح تجي لكم هذيك الكريمه ماشي مليحه وتزيد تاني تقرص لكم. شوفوا هكذا. نضيف كأس مملوء تاع بودرة شانتي. نخلط قبل هكذا بالمغرف برك، من بعد نستعمل الخلاط. دوكا نستعمل الخلاط هكذا نطلعو. شوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه هايل. واحد الخليط واحد البنه روعه. شوفوا القوام شحال خفيف هايل. شوف ولا اروع. نروحو دوك نضيفوه لهنا. شوفوا هذا بعد ما برد، يعني ما درتوش في الثلاجه الفوق لتحت برك. شوفوا كيفاش بردت. راح نضيفوه لهنا دوكا. نفرغ الخليط لهنا
ونروحوا نستفوا غير بالعقل، والديكور كما تحبوا، التزيين لكم انتم الاختيار. بصح هي بالفستق والقطر اي الشربات، هذه الاصلية تاعها. شوفوا هكذا نوزع كاع، يعني تحلية سهلة ولذيذة جدا مليحة في هذا الشهر الفضيل. هكذا نروح نسقمها مليح هكذا. والتزيين كما تحبوا، راني ندير شوية تاع الفستق بيسطاش هكذا، نروح لها غير بالعقل. بعدها نضيف شوية تاع الشربات هكذا، راح نعسل. شوفوا نضيف هذا الشربات، شوفوا شحال تقال ولا اروع. لهنا نقولكم صحة رمضانكم، ونتمنى لكم رمضان مبارك، ولكل الأمة الإسلامية بألف خير. تابعوني في هذا رمضان إلى وصفات واحدة أخرى إن شاء الله، وشكرا.